السلام عليكم. النهاردة هنعمل نوع جديد كده من الحلويات. ما ينفعش يجي رمضان وما نعملوش. هنعمل كنافة بشكل جميل احترافي جديد، ينفع عزومات وينفع لو عندك ضيوف. احسن بكتير من انك تعملي صينية وتقطعيها وتقدمي الخرط بتاعتها. كمان هنعمله محشي ويكون متماسك وطعمه لذيذ وجميل. والاهم من ده كله ان التشكيله كمان وعمايله سهل جدا جدا، مش هتتخيلي قد ايه هو بسيط وسريع. تعالي نبدأ بسم الله ونعمل اول حاجة الشربات، لان احنا عاوزينه يكون بارد وتقيل. لما نيجي نسقي بيه هنحط كوباية ونص سكر وكوبايتين مية. بعدها هنعصر نص ليمونة، ونحط حتى الليمون كمان في الحلة كده زي ما انتي شايفة. هنقلب بس مش هندوب السكر، هنقلب بس كده عشان ما يبقاش السكر موجود في منطقة واحدة، ونسيبه على النار. وأول ما يغلي نحسب 7 دقايق ونطفي عليه، وبكده الشرباتي هيكون جاهز معايا. تعالي بقى نعمل الحشو. هيبقى عبارة عن أي مكسرات مجروشة اللي انتي عاوزاها. هنحط عليها نقطة فانيليا عشان بس تدي ريحة حلوة، معلقتين كبار شربات ويكون خفيف عشان ما يسكرش معاكي او ينشف منك جوه الكنافه. بعدها بنحط معلقه كبيره سمنه ونقلب كده كويس. ممكن نضيف على المكسرات ديت جوز هند برضو، وده برضو حسب رغبتك. الاضافات بالنسبه للمكسرات او بالنسبه للحشو دي بتكون زي ما انت عاوزه. وبالنسبة للكنافة يفضل ان احنا نكون حاطينها ساعة او ساعتين في الفريزر عشان تتجمد، فيبقى سهل ان احنا نفتتها او نكسرها كده مع بعض. او ممكن كمان نعملها في الكبة، وكل ما تكون متفتفتة معانا كده ومتكسرة اكتر تكون تدي شكل احسن كمان، ويبقى سهل في تشكيلها. بعدها بنضيف لها معلقتين سكر بودر، ويفضل ان هو يكون بودر عشان كمان يدي اللون الذهبي الحلو بسرعة بتاع الكنافة. ما تحتاجش ان احنا نسيبها في الفرن كتير، فالسكر البودر بيساعد ان يديها اللون الذهبي بسرعة، في نفس الوقت بيدي سكارة حلوة للكنافة. نيجي بقى دلوقتي للتشكيل. عندك خيارات كتيرة قوي، وعندك حاجات كتير ممكن تشكلي بيها. ممكن المعالق المعيارية، ممكن كمان لو اي غطا علبة، ممكن معلقة الايس كريم. ده برضو حسب رغبتك وحسب المقاس اللي انتي بتحبيه. انا بالنسبة لي كان هنا المعلقة بتاعة الايس كريم كانت حلوة قوي، في مقاسها مناسب ليا فاستعملتها. بتحطي بقى شوية من الكنافة في المعلقة من تحت وكمان على الجوانب، وتضغطيها كويس قوي. في الوقت ده لازم تنضغط كويس تمام. وبعدها بنضيف معلقة صغيرة من المكسرات او من اللي هي من الحشو، وبرضو تقدري تزودي او تقللي من الحشو زي ما انتي عاوزة براحتك. ناخد بالنا كمان ان احنا واحنا بنحط الكنافه كده من تحت ومن الجوانب، ان احنا نسيب الجزء اللي في النص ده فاضي عشان نحط فيه الحشو. بعدها بناخد كميه من الكنافه تاني بنغطي بيها الحشو بتاعنا. واهم حاجه ان احنا نغطيه كويس عشان ما يتحرقش في الفرن او يطلع من الكنافه يبقى شكلها مش حلو. ونضغط عليه جامد وبرده كده يبقى كده تمام. بالنسبة لمعلقة الايس كريم، الميزة فيها ان هي بتكون ناعمة، فسهل قوي ان انت تخرجي منها قطعة الكنافة بعد ما بتتشكل معاكي. مجرد ان انت بس بتدخلي ايديكي كده من الجنب وبتتزحلق معاكي بسرعة وبتخرج بمنتهى السهولة. خلصنا بقى الكمية كلها مع بعض. بنسيح كوباية سمنة واحدة وبنرشها كده على كل قطعة من الكنافة، ونتأكد ان كل قطعة وصل لها كمية سمنة مناسبة، لان كل قطعة تعتبر منفصلة عن التانية، يعني ما هياش صينية مفرودة فهيشرب كله من بعض. هنحطها بقى على رف أوسط لمدة 10 دقايق، ودقيقتين اتنين بس تحت الشواية، مش أكتر من دقيقتين. هتخرج بالمنظر الذهبي الجميل اللي انت شايفاه معانا دلوقتي. في الوقت ده بنروح بقى ساقينها بسرعة، بتكون الكنافة لسه سخنة والشربات اللي احنا عملناه او السيرب بقى بارد. هنسقي كل قطعة لوحدها، ونتأكد برضو ان كل قطعة شربت الكمية المناسبة من السيرب او الشربات. نبدأ نقلبها على الوجه التاني عشان ما تبقاش حتة ناشفة وحتة مسقية. وممكن نرش شوية كمان بعد ما تتقلب كده، ونسيبها بس 10 دقايق عشان تتشرب كل الشربات اللي احنا عاوزينها. لو بتحبيها ناشفة مقرمشة ما تغطيهاش وسيبيها كده زي ما هي. لو بتحبيها طرية شوية ما بتحبيش القرمشة فيها، تغطي الصينية أول ما تهدى شوية وتبقى دافية. أو ممكن طريقة تانية إن انتي تسقيها بالشربات وهو دافي، ما يكونش بارد. فكرة جديدة وشكل جديد تقدمي بيه الكنافة لكل ضيوفك وفي عزوماتك. لو عجبتك الفكرة وعجبتك الكنافة ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. ودمتم في أمان الله وحفظه إن شاء الله، وألف هنا على قلبكم.